السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معنا موضوع: مين اخترع التليفون المحمول؟ مين أول اللي فكر في اختراع التليفون المحمول اللي احنا شغالين بيه ده ليل ونهار، ووصل لغاية ما بقى تاتش دلوقتي وعليه النت وعليه شغلنا وأعمالنا ودنيتنا وكل التطبيقات والبرامج ونتفرج عليه بس مباشر من التلفزيون. مين اللي اخترع التليفون ده ووصل له ازاي؟ مبدئيا هو العالم مارتن كوبر. ده عالم أمريكي ولد سنة 1928 في أمريكا، ولسه عايش بالمناسبة لغاية دلوقتي، وتقريبا عنده 93 سنة. ماشي. ده أول ما فكر إن هو يعمل تليفون محمول. مكانش بيسموه تليفون محمول، كان بيسموه الهاتف الناقل. اللي انت بتشايله في ايدك كده، لو تفتكروا كده في الناس بتاعت السبعينات والثمانينات كانوا بيشيلوه كده في ايديهم كده، حاجة بلاسينك كبيرة كده. الناس اللي لسه عايشة وفاكرة الحاجات دي ممكن تفتكروا كده. الراجل ده فكر فيه ازاي او اخترعه ازاي؟ كان مبدئيا هو كان شغال في شركة موتوريلا بتاعت التليفونات. طبعا دي شركة كانت عالمية في الثمانينات والتسعينات. دلوقتي في التسعينات دلوقتي حطت والدنيا راحت معاها كده ومش مظبوطة يعني طلع شركات سامسونج والدنيا دي ونوكيا والحاجات دي غطوا عليها يعني. كان شغال في الشركة ديت، وبعد كده قبل ما يسيب الشركة دي عامة كان عمل كده يعني هو مخترع أو عدل على أشياء في الساعات الرقمية. هو كان في الشركة دي اسمها الرقمية اللي بتشتغل عليها دي. المهم هو اتطور من الشركة وكان من دوت، وبعدين على باب الله بقى خلاص بقى دماغه اشتغل كده وهو قاعد مع نفسه، تجيبه وتوديه. الكلام ده في سنة 1970، وفكر إن أنا معملش تليفون والدنيا وظبط كده. فبدأ يفكر في الفكرة، قعد يفكر فيها 3 سنين لغاية في سنة 1973 تحديدا يعني. كانت أول مكالمة من تليفون هاتف نقال اللي هو محمول حاليا يعني. دي كانت أول مكالمة وهي في مؤتمر في أمريكا، ومن بعدها بدأ يمشي سير التليفون المحمول. بالمناسبة كان أول تليفون ده كان وزنه تقريبا كيلو كده ماشي بيه، تحطه في جيبك، تحطه في كيسك. يعني بقى زمان كان ازاي عندنا كده الدليل في جيبك، كان ممكن تداريه في ايدك. فيعني ده كان وزنه كيلو. وبعد كده بقى قعدوا يعدلوا عليه لغاية ما وصل وقتنا هذا كده اللي هو في حجم الإيد وأقل كمان. فدي كانت بعد كده بقى بدأ يعني الشركات تتهدف عليه وعمل شركة لنفسه والدنيا لفت وكده، بس برضه ما كانش مشهور يعني. في أوله كده ما كانش مشهور يعني. أنا أفتكر في التسعينات اللي كان بيشيل تليفون محمول ويتكلم بيه كان أيامها موتوريلا وحاجة كده، كانوا بيقولوا عليه الشبشب بكف الإيد كده وقاب. اللي كان يشيله يقول لك إيه ده بيتكلم في حديد يعني. ما كانش لسه مشهور. التليفونات المحمولة دي ما بقتش يعني تاخد وضعها إلا في من بعد 2005 تقريبا. بداية الألفينات بدأت الناس تحس إن الشيء ده مهم في حياتها اليومية. وطبعا من أهم وسائل المخترعة حاليا ووصل الدنيا ببعض كلها. المهم في الراجل ده ربنا يخليه يكون لسه عايش لغاية الصبح مع التليفون المحمول. عبر عليه فيما مقول ده أسوأ اختراع. مش أسوأ اختراع ككيان، قال لك يعني يا جماعة سيبوا التليفون المحمول من إيدكم وعيشوا حياتكم الطبيعية. يعني بيقول له أنت استفدت؟ أنا ما استفدتش حاجة. قال لك استمتعوا بحياتكم واركنوا تليفوناتكم المحمولة وعيشوا حياتكم الطبيعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.